ليش الكبار بالعمر دائما اللي بيتخانقوا؟ كل ما كبروا أكتر كل ما بيتخانقوا أكتر. فكروا هلأ انتو معي، كل اللي حواليكن جدكن ستكن أي اتنين بلشوا يكبروا بتلاقوا شوي شوي المشاكل تبعهم بتكتر والخناقات بتكتر، مع انه في نسبة منيحة منهم لما كانوا صغار كانوا يحبوا بعض. طيب شو علاقة العمر بانه يخف الحب؟ وهل هو شرط انه كل ما الواحد كبر ممكن عدم المؤاخذة يقل عقله او يصير يدقق على تفاصيل ما كان يدقق عليها بس لانه صار هو متقاعد او ما عنده شغلة وعملة او صار عنده روتين قاتل فصاروا بدهم يتفششوا ببعض؟ فعليا بصير بيتحول الحب بيناتهم لنكد، وبينكدوا على كل اللي حواليهم من ابنائهم ومن احفادهم ومن كل حدا بيطلع بخلقتهم. بيتحولوا من علاقة حب أو إذا مو حب علاقة ودية فيها احترام لعلاقة مسح الأراضي ببعض. فجأة بصيروا ما بيطيقوا بعض، بصيروا بيستكتروا نفس التاني. هلأ بنعرف الواحد بس يتقدم بالعمر بصير بيكره الضوجة، بيكره الزحمة، بيكره الفوضى، وهذا طبيعي. شي طبيعي، نحن بهذا العمر وبالثلاثينات وكرهان سما البشر أنا والضوجة، فكيف واحد عمره 70 و80 و90 سنة؟ طبيعي هذا الشي، أقل من طبيعي. بس اللي مو طبيعي إنه يضل يتفشش بمرته أو مرته تتفشش فيه كل الوقت كل الوقت كل الوقت بحجة إنه ما عنده شغلة وعملة. وبهي الطريقة الوحيدة هن ممكن يعبروا عن وجودهم، عن كيانهم، لأنه السكوت هو أخطر بكتير من هي المشاكل اللي عم تصير أو المناوشات بيناتهم كل يوم والتاني. يعني الشي اللي بحسسهم إنه لسه في حياة ولسه في روح بالبيت ولسه في شي طبيعي بحياتهم هي المشاكل. فأنتوا لا تحاولوا تعطوها أكبر من حجمها لما بتصير بيناتهم، لأنه هي حياتهم الجديدة وهي الطريقة اللي بيعبروا فيها عن إنه لسه إلهم وجود ولسه إلهم ناس تسمعهم حتى لو شي سلبي، ناس تبهدلون مثل نسوانهم أو أولادهم. فهذا الشي أقل من طبيعي. اللي مو طبيعي نحن بحقنا إنه ما نعرف نتعامل معهم بهي الفترة اللي هي باقية من عمرهم، والله يطول بعمر الجميع ويمدهم بالصحة والقوة. يعني رح تمروا بكتير مواقف إنه ما تطيقوا حالكم وتسمعوا قصص للمرة المليون بيحكوا لكم إياها. بس الشي اللي ما حلو بحقكم وبحقنا إنه نبخس بسيارهم، بطباعهم، بعاداتهم الجديدة، ونورجيهم انه انتو صرتوا لا تطاقوا. هن تحملونا بكل قرفنا وبكل مراحل عمرنا، من لما كنا بالحفوضة لهلأ ولسه شايلين همنا. ونحن بدنا نجي بعد كل هالشي ونمل من سيارهم او من القعدة معهم او من انه نطبطب عليهم طريقتنا الخاصة، ونشعرهم بانه هن لساتهم مثل ما كانوا، والعمر مجرد رقم، وطالما هن بصحة وقوة هذا أهم شي. وحتى لو كانوا باركين المهم نحسسهم إنه نحن وجودنا معهم ووجودهم معنا هذا أهم شي بالحياة. بعرف القصة مو سهلة، وكتار من الأزواج الكبار بالعمر أو الجد أو الست بيكونوا كتير بصيروا نفسيات شوي أو ما بيضحكوا أو بالعكس بيحكوا بزيادة، فالأولاد بيضوجوا والأحفاد بيضوجوا وما بيصدقوا إمتى يهربوا. فعليا هن بصيروا بيتخانقوا على القهوة إذا فيها سكر أو لا، مين حرك الكنترول الريموت كنترول تبع التلفزيون من جنبه، مين سكر الشباك، مين اللي فتح الشباك وخلى الدبانة تفوت وتعكر مزاجي. لهون بتوصل الأمور وأكتر. فأنتوا لما بتشوفون عم يتخانقوا مع بعض اتركوهم بحالهم، هي قهوة صباح الخير ولسه في مساء الخير كمان. لا تعطوا الأمور أكبر من حجمها، وحاولوا دائما تصلحوا، ما تفوروهم بزيادة على بعض. من أسباب مشاكلهم الرئيسية اللي بمروا فيها بهي الفترة لما يكبروا الروتين القاتل، قلة الطاقة والتحمل، حب السيطرة والاعتياد بدل الشغف، الخوف من الوحدة والذكريات الثقيلة. الإنسان مع تقدم العمر بصير مع الوقت أعصابه أضعف وقلة تحمله وصبره أقل بكتير من وقت الشباب.
وغضبه أسرع لأنه كل اللي عم يصير معه عم يخليه يوصل لمرحلة إنه أنا ما عاد طايق حتى حالي، ما عم برر إلهم، بس هذا اللي عم يصير معهم، وما بعرف بكرة إذا نحن وصلنا لعمرهم يمكن نصير نفسهم وأضرب. ما بعرف. أكتر شغلة مكروهة بالأشخاص الكبار بالعمر هي حب السيطرة. بصيروا بدهم يفرضوا كلمتهم من دون أي مجال للنقاش، وعندهم رأي واحد ما عندهم تاني إله، كان صح كان غلط بدهم يمشوا عليه. لهيك كتير من الأبناء والأحفاد وكل اللي حواليهم بيتضايقوا منهم إنه ليش انتوا صرتوا متشابسين برأيكم. هاي نقطة سلبية كتير بشعة بيعملوها. أكتر المشاكل اللي بتصير معهم من وراء حبهم للسيطرة، وبدهم يقولوا إن نحن لسه قوايا وعنا رأي وبدنا نمشي كلمتنا حتى لو كبرنا وختيرنا. يعني هي القصة بتصير عندهم معركة إثبات وجود بالمعنى الحرفي. بهي المرحلة بالذات الاتنين بصيروا عندهم صراحة مطلقة، والاتنين بيجرحوا ببعض، والاتنين دائما بيمثلوا دور الضحية، عايشين ما عندهم شي غير انه يحكوا بالماضي وذكرياتهم ومغامراتهم. اكيد لازم نستوعبهم ونتحملهم بهي الفترة، ولكن احيانا بيزودوها حبتين، ولازم كل واحد يتصرف حسب الموقف وحسب شلون بيقدر يتهرب من هذا الحديث بأقل ضرر، بحيث انه ما يحرج ابوه او امه، ويطلع من الحديث باسلوب راقي، او بنكمله بعدين مشغول شوي بخلص اللي بايدي وبرجع لك بنحكي قد ما بدك. غير هيك حرام تكسروا بخاطره. كل هالقصص اللي بيعملوها هن كرمال شو؟ خوفا من الوحدة. بدهم يضلوا عم يعبروا عن حالهم وعن مشاكلهم وعن تاريخهم وماضيهم، وكل شي بيفتعلوه بين بعض من مشاكل. هو هاد فعلا حب مبطن، انه نحن بدنا نضل نتخانق قد ما بدك مع بعض، بس المهم لا تتركيني وتحسسيني انه انا مالي وجود، او حسسك انا انه انتي مالك وجود. يعني خلينا عم نتخانق بس ما نسكت. هذا هو مبدأهم بالحياة الكبار بالعمر، من مبدأ انه اللي بيتخانقوا مع بعض هن اللي بيهمهم امر بعض، بينما اذا عم السكوت والصمت معناته هن ما عاد يهمهم امر بعض، وينفلق كل واحد شو ما بده يعمل يعمل، شو ما بده يتصرف يتصرف. بس بالنهاية وقت أي وجع أو أي مرض أو أي ظرف طارئ بتلاقوهم ما في أحن من قلبهم على بعض، بالرغم من إنه في كمان ناس خلص بتطلق كل شي مشاعر، ولكن في شي ما بيموت من جوا أبدا. يعني هالناس فينا نقول ما كرهت بعض، ولكن كبرت وتعبت وما عاد قدرت على المجاملة ولا على الصخب ولا على الضجة ولا على الصد والرد، غير ما هن يجي عبالهم يحكوا، بس يحكوا خلص ما عاد يسكتوا أبدا. لهيك قد ما فيكن حاولوا تداروهم، هن مثل الأطفال الصغار بيرجعوا بس يكبروا بالعمر، نفس الطفل بدكن تداروه مثل العين الرمدان، غير هيك صعب كتير التعامل معه. هن فعليا بيفتعلوا كل شي بس لحتى يحسسوا حالهم واللي حواليهم انه هن لسه عايشين، ولسه ما عندهم روتين قاتل. حتى لو كان موجود بيحاولوا بأي طريقة يتخلصوا منه، لأنه لا هن مدمنين مواقع تواصل لحتى يتسلوا فيها، ولا هن صار عندهم رفقات لأنه رفقاتهم ماتوا، ولا حتى أبنائهم وأحفادهم كل الوقت معهم. فهن ما عندهم غير إنه يتفششوا ببعض ويحكوا الماضي كله، ويصير عندهم دفتر حسابات جديد على أنتي عملتي هيك وأنت عملت هيك، وما بتخلص القصص السير لحتى الله ياخد أمانته.